قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ونبدأ مع بعض. دي بطلة فيلمنا مالوري واقفة بتتكلم مع بنت وولد، ودول اللي هنعرف مين هما بعد كده. وبتقول لهم احنا لازم نخرج من هنا ونركب المركب، وهنقعد فيها يومين لغاية ما نوصل لمكان آمن. في اليومين دول لازم ما تشيلوش، انا هغمض عينيكم، ما ينفعش تشيلوا القماشة اللي هغمض بيها عينيكم ابدا، لانكم لو شلتوها وبصيتوا هتموتوا. فعشان نمشي على خير لازم تسمعوا كلامي كويس جدا، وتعملوا كل اللي هقول لكم عليه، وما تكلموش حد، وملكوش دعوة بحد، وما تردوش على حد ابدا. واكدت عليهم تاني ان هما ما ينفعش يشيلوا القماشه اللي هتغمض بيهم عينيها او يبصوا ابدا. وقالت لهم انتوا فاهمين اللي بقوله؟ قالوا لها ايوه فاهمين. بعد كده بدأوا يجهزوا الحاجات، وخدت العصافير بتاعتها حطيتها في صندوق مخروم عشان يقدروا يتنفسوا، وخدت الحاجات المطلوبة واللازمة ليها في رحلتها اليومين دول. وبعد كده خدت الأولاد وهم مغمضين عينيهم، ومشيت مع الحبل اللي هي كانت عاملاه لغاية ما ركبوا المركب وطلعت بيها. بعد كده رجعنا فلاش باك قبل 5 سنين، ومالوري كانت واقفة بتتكلم مع جيس أختها، وكانت بتقول لها ان ماما بتسأل عليكي وبتطمن عليكي، وهما بيتكلموا. شافوا في الأخبار بيقولوا ان في روسيا ناس كتير بتموت بسبب ان هما بينتحروا وبيقتلوا نفسهم، وفي مئات وألافات بيعملوا كده. وبيقولوا ان ده مش فيروس ولا مرض، دي حاجة مش مفهومة، ومش عارفين اللي بيحصل ده بيحصل ازاي، ودي الناس ازاي بتقتل نفسها، ولكن واضح ان في حاجة في الجو. فمالوري قالت الحمد لله ان ده مش موجود عندنا، وان ده في روسيا. بعد كده اختها قالت لها انا عندي مشوار، هخرج تيجي معايا؟ قالت لها لا انا عندي ميعاد مع الدكتوره. قالت لها تعرفي نوع الجنين؟ قالت لها لا مش هعرف، انا مش عايزه اعرف. راحت للدكتوره، وبالفعل الدكتوره شافت وقالت لها مش عايزه تعرفي برضو نوع الجنين ايه؟ قالت لها لا انا عايزاها مفاجاه ومش عايزه اعرف دلوقتي. بعد كده اختها قالت لها احنا خارجين وعندنا مشوار بعد كده. فقالت لمالوري لو انتي مش مستعده ان انتي تكوني ام، في اماكن بتاخد الاطفال اللي بيتولدوا وبتديهم لناس بيكونوا محتاجين يكونوا ام واب وابناء. واديتها الورقه، ولكن هي شالتها وكانت عماله بتتقيأ في الحمام. واختها قالت لها انتي كويسه؟ قالت لها ايوه، اسبقيني بس على العربيه وانا هاجي وراكي. بالفعل اختها راحت سبقتها على العربيه، ومالوري حطت الورقه في الشنطه بتاعتها. وبعد كده وهي ماشيه رايحه لاختها، لقيت واحده عماله تخبط نفسها جامد في الازاز، وحست ان في حاجه غريبه. ولما جت الممرضه تحاول تمسكها شدت الممرضه، فاختها عرفت ان اللي حصل في روسيا حصل عندهم. جرت بسرعه على العربيه وقالت لجيس اطلعي بسرعه. عرفتها ان اللي بيحصل حصل برضه في امريكا، قالت لها اطلعي بسرعه. بالفعل بدأت تطلع، وحست بحركة غريبة، والشرطة كانت متواجدة في كل مكان، والناس بدأت تجري، وناس كتير كانت بتحاول ان هي تموت نفسها، وحسوا بقلق جامد وما كانوش عارفين يعملوا ايه. جيس قالت لها خلاص تعالي معايا اقعدي عندي. قالت لها لا مش هينفع. وهما بيتكلموا التليفون رن، فقالت لاختها هات التليفون من ورا، انا مش هينفع اجيبه. مالوري اتدورت عشان تجيب التليفون لجيس، وهي بتجيبه اول ما بصت لجيس طلعت جيس شافت حاجه مش مفهومه، ولون عينيها اتغير، وحاولت تعمل حادثه بالعربيه عشان تموت نفسها. ولكن مالوري كانت بتحاول تنقذها وتنقذ نفسها، لكن بالفعل العربية اتقلبت، ولكن جيس طلعت منها. ومالوري وهي بتطلع منها هي كمان لقيت جيس خرجت وراحت عند العربية، وعربية كبيرة جت دستها وموتت نفسها. وفي الوقت ده مالوري كانت مصدومة ومش عارفة ايه اللي بيحصل، ولكن جم ناس وخدوها وجريوا بيها. وهي بتجري ناس وقعت في الارض، فكان في راجل ومراته كانوا داخلين البيت، ولكن الست لما لقيت مالوري واقفه واقعه على الارض، فاضطرت ان هي تروح تجيبها. وجوزها قال لها لا ملناش دعوه، قالت له لا دي حامل حرام. وراحت بالفعل عشان تجيبها، ولكن وهي بتجيبها وبتقول لها تعالي بسرعه ادخلي، شافت مامتها اللي هي محدش شايفها، وقالت ايه ده ماما، ومشيت. ولكن كانت مالوري بص عليها ومش عارفه في ايه، وجوزها كان بيبص عليها من الشباك. ودخلت عربية بتولع عشان تموت نفسها، وبالفعل العربية انفجرت بيها. وفي الوقت ده كان جه توم وشال مالوري ودخل بيها الشقة وقعد يخبطوا. الراجل ما كانش عايز يفتح لهم، ولكن غريغ اللي هو جاره كان معاه جوه البيت قال له انا هفتح لهم، وبالفعل فتح لهم. ولما دخلوا في ناس تانية دخلت معاهم، منهم الضابط لوسي وفيليكس، وفي ناس دخلوا معاهم. صاحب البيت قال لها بسببك مراتي ماتت وهي بتحاول تنقذك، وهي اعتذرت له قالت له انا اسفة ومشيت.
سمعوا في الأخبار إن في حرب بيولوجية بتستهدف جهاز العصبي عند الإنسان وبتخليه يحاول إن هو يموت نفسه وينتحر، وهما مش عارفين يعملوا إيه. كان في اتنين بيحاولوا يكلموا أولادهم، ولكن ولادهم ردوا قالوا لهم إيه ده، إحنا شايفين حاجة إيه ده، وصرخوا. فهم اتخضوا عليهم وقرروا إن هم يمشوا ويروحوا لهم. والأخبار قالت لناس إن هما لازم يقعدوا في بيوتهم وما يخرجوش أبدا علشان الشيء ده ما يستهدفش عينيهم. وبعد كده التلفزيون فصل وما عرفوش أي حاجة، وكانت مالوري حزينة على أختها وزعلانة جدا. وتوم راح يكلمها وقال لها أنت كويسة، حكيت له على أختها وإزاي ماتت، وبعد كده قعدت تعيط وهو حاول يواسيها. رجعنا للوقت الحالي بعد ما عدى 6 ساعات في النهر، وكانت مالوري تعبت وكانت بتريح شوية هي والأولاد، وكانت حاطة بطانية عشان مفيش أي مصدر ضوء يجيلهم، وكانت بتفتكر الأحداث اللي حصلت. لما الباب خبط عليهم وهما قاعدين، وكان في واحدة بره بتترجاهم ان هما يفتحوا لها الباب، وتوم قرر ان هو يفتح الباب وقال لهم غمضوا عينيكم كويس عشان هفتح الباب. وبالفعل فتح الباب ودخلت واحدة وكانت بتعيط من الخوف، وشكرتهم ان هما فتحوا وقالوا لها انت لوحدك. قالت لهم ايوه انا حامل وجوزي كان معايا وراح يجيب اكل، ولكن مرجعش تاني وانا كنت هموت من الجوع، فخفت على الجنين اللي في بطني، فاضطريت اني اخرج واغمي عينيا وخبط على البيبان لغايه ما انتوا فتحتوا. غيري قال لهم انا عندي فكره تعالوا معايا، وقال لهم ان احنا ممكن عن طريق اللابتوب اللي موصول بالجهاز بره نشوف ايه اللي بيحصل بره واحنا قاعدين. ولكن صاحب البيت قال له دي فكره خطر، وهو اصر ان هو يعملها، وقال لهم مش هنخسر حاجه، خلونا نعرف ايه اللي بيحصل بره. ولكن هم قالوا له ان ممكن يوصل عن طريق الجهاز، لكن قال لهم لا ما اظنش ان هيحصل كده، واصر. فقعدوا على الكرسي وربطوا ايده ورجله وسابوه نزلوا تحت عشان ما يأذيش نفسه. وفضل بالفعل مراقب الشاشة لغاية ما عدى طيف، وبالفعل أثر عليه وعينه اتلونت واتغيرت وبدأ يأذي نفسه ويخبط نفسه، وتحت سمعوا صوت الخبط فجريوا بسرعة على فوق، لقوه قاعد يخبط راسه لغاية ما وقع مات. كلهم غمضوا عينيهم، وبالفعل صاحب البيت قعد برجله يدور على اللاب لغاية ما كسره وقال لهم افتحوا عينيكوا خلاص. ولقوا غريق مرمي على الأرض غرقان في دمه. بالليل أوليمبا جابت الغطا بتاعها وقالت لمالوري ممكن انام معاكي، احنا حوامل زي بعض واكيد هنحس ببعض اكتر. وسالتها انت اخترتي اسم للجنين، وقالت لها لا لسه، وسابتها وخرجت من الاوضه. وهي خارجه بتفتح باب الخزانه لقيت لوسي وفيليكس في موضع وحش واتكسفت جدا، وتوم قال لها طبعا اتحركتي. رجعنا الوقت الحالي بعد ما عدى 14 ساعة في النهر، ومالوري بدأت تسمع حد بيكلمها هي والأولاد وبيقول لهم فتحوا عنيكوا، أنا معايا حاجات حلوة جدا ليكوا، أنا ممكن أساعدكوا. ولكن هي قالت لهم انزلوا تحت وغطيتهم، وقالت لهم اوعوا تسمعوا كلام حد. ولكن لقيت مرة واحدة حد بيحاول يفتح لها عينيها، فبدأت تهاجمه وتضربه وهو عمال يقول لها افتحي عينيكي ده جميل جدا افتحي شوفيه. ولكن هي لقيت حاجة في المركب فخدتها وقعدت تضربه لغاية ما خدت المركب والأولاد ومشيت. وهو قال لها يا خساره ان انت ما شفتهوش، لازم تفتحي عينيكي وتشوفيه. رجعنا فلاش باك وتوم بيقول لهم لازم نخرج نجيب اكل كده هنموت من الجوع، ولكن هم قالوا له احنا هنموت قبل ما نوصل لاي مكان اكل. في الوقت ده تشارلي قال لهم ان هو شغال في سوبر ماركت وقفلوا بسرعه كده وهو عارف مكانه كويس، فقالوا له خلاص ودينا ليه. في الاول ما كانش راضي يروح معاهم، ولكن بعد كده وافق، وبعد كده بداوا يشوفوا مين اللي هيروح معاهم وقالوا هنروح ازاي. فتوم قال لهم انا عندي فكره تعالوا اقولها لكم. غطى ازاز العربيه كله وقال لهم اركبوا هنمشي على GPS، هو اللي هيقول لنا نمشي ازاي. وبالفعل ركبوا كلهم وكانوا ماشيين وعمالين يتخبطوا، وGPS قال لهم ان في حاجه قدامهم وحاجه وراهم، ولكن قال لهم امسكوا كويس، وبدا يمشي يخبط في اي حاجه لغايه ما وصلوا سوبر ماركت. غموا عينيهم لغايه ما توم قفل الشبابيك كلها، وبعدين قال لهم فتحوا عينيكم. وبداوا ياخدوا الاكل اللي يقدروا عليه. وهناك شافت مالوري العصافير وقررت ان هي هتاخدهم، وقالت لهم انتوا اكيد عطشانين وخايفين. فجأة سمعوا صوت خبط على الباب، راحوا كلهم على الباب اللي عليه الخبط ولقوا حد بيترجاهم ان هم يفتحوا له علشان هيموت. ولكن صاحب البيت قال لهم لا ده خطر ما تفتحوش الباب. ولكن توم قال له لا ممكن يكون حد محتاج مساعدة. وفي الوقت ده تشارلي قال ايوه ده صوت زميلي اللي معايا هنا في السوبر ماركت، هو صحيح مختل عقليا ولكن طيب، وطلب ان هو يفتح لهم. وبالفعل توم بدأ يفتح الباب وقال لهم غمضوا عينيكم كويس. لما بدأ يفتح شافوا جثة معاه فعرفوا ان هو خطر وحاولوا يقفلوا الباب، ولكن التاني قعد يهاجم جدا وكان قوي جدا ومش قادرين عليه. في اللحظة دي تشارلي قرر ان هو هيفاديهم بنفسه وجري بسرعة وخد الراجل وطلعوا بره. قعدوا كلهم ينادوا على تشارلي، ولكن هو كان خلاص موته وظهر لهم دم من تحت الباب، فعرفوا ان هو مات وزعلوا جدا وقالوا لازم نمشي من هنا، المكان ما بقاش امان. رجعوا البيت وهما بيتكلموا سمعوا صوت، ولما راحوا اتفاجئوا ان لوسي وفيليكس خدوا العربية من الجراج وهربوا بيها، وده معناه ان هما اتحبسوا في المكان مش هيعرفوا يجيبوا اكل تاني.
رجعنا للوقت الحالي وعدى عليهم 18 ساعة في النهر، وهما ماشيين مرة واحدة خبطت في حاجة في عربية كانت في النهر، والولد وقع، ولكن قعدت تدور عليه وطلعته تاني وكان بردان جدا، فغطيته بجاكيت وقال لها انا بردان. قالت لهم احنا البطانية والاكل اللي كان معانا وقع في المية، انا هحاول اشوف اكل. وطلعت بالمركب زقتها على الشط وقالت لهم اوعوا تتحركوا من مكانكم، ومهما حصل اوعوا تشيلوا القماشة اللي على عينيكم، وانا هحاول اروح اجيب اكل واجيب غطا عشان خاطر نكمل رحلتنا. لقت بالفعل مكان وشالت القماشة من على عينيها بعد ما اتأكدت ان المكان متقفل كويس، والرباط اللي معاها ربطته في السرير علشان تعرف ترجع تاني، وبدأت تاخد بطاطين وتاخد الاكل اللي تقدر عليه. والبنت في الوقت ده كانت بتحاول تطلع راسها وتشوف فيه ايه، ولكن هي خدت كل اللي هي محتاجاه. وبعد كده قالت ان سمعت صوت فطلعت المسدس وحاولت تشوف في ايه، وحست بخطر فقررت ان هي ترجع بسرعة للولاد. وهي بتجري اتكعبلت في حاجة وقعت على الأرض وطلع من المسدس رصاصة. سمعتها البنت وقالت إن مالوري في خطر، أنا لازم أروح أنقذها. وبعد كده ربطت الحبل عليها ومشيت عشان تحاول تروح تنقذها، لكن مالوري شدت الحبل ورجعتها تاني وقالت لها أي وقت يحصل لي حاجة لازم تنقذي نفسك، انت فاهمة ولا لأ؟ وقالت لها ماشي. رجعنا فلاش باك، ومالوري كانت بتحاول تتواصل مع اي حد عن طريق اللاسلكي، وسمع الصوت على الباب واوليمبا بتكلم حد، واتفاجئوا ان اوليمبا دخلت حد بسرعه البيت، وكلهم اتجمعوا وقالوا لها ايه ده. قالت لهم انه كان بيترجاهم ان هو يدخل، وبالفعل دخلوه. وساعتها الكل قال لها انت غلطانه ازاي تعملي كده، ولكن هي عيطت وقالت لهم انا افتكرت نفسي، وبداوا يسالوه انت مين. وقال لهم ان هو كان مجموعه من اصدقائه وتهجم عليهم ناس وكانوا بيحاولوا يخليهم يفتحوا بالعافيه ويشوفوا شيء عشان يموتوا نفسهم، ولكن هم قالوا له انت كذاب، الشيء ده ما بيعملش كده. قال لهم لا، دول ناس زينا، ولكن هم مختلين عقليا، وكانوا بيحاولوا ان هم يفتحوا عينيا بالعافيه، واحنا كنا خايفين جدا. وواحد صاحبي دخل معاهم في شجار وقدرت ان انا اهرب. ولما قالوا له ازاي كده، قال لهم ان دول مجانين، ولكن هم كانوا سعداء جدا بالاشخاص دي وما كانوش مغميين عينيهم ولا حاجه، كانوا بيشوفوه عادي وكانوا عايزين احنا كمان نشوفه. صوت العصافير بدأ يعلى وصاحب البيت قلق، فخد بندقية وقال له انت مش هينفع تقعد معانا، انا مش مرتاح لك، وطلب منه ان هو يخرج مكان ما جه. ولكن هم قالوا له ما ينفعش، حرام عليك. لكن قال لهم ده خطر وانا متأكد ان هو خطر. ولكن جت الست الكبيرة من وراه وخبطته بحاجة ووقع على الارض، ودخلوه اوضه الجراج. اوليمبا كانت قلقانه وخايفه وقالت لمالوري ان هي حامل في بنت، وطلبت منها لو جرى لها حاجه تاخد بالها من بنتها، ولكن هي قالت لها لا انت اللي هتربيها. قالت لها اوعديني، واصرت عليها لغايه ما مالوري وعدتها. وبعد كده قالت لها انا جايبه لك هديه، واديتها الهديه اللي هي جايباها، وشافتها لقيتها ميداليه جميله. ودي كانت الميداليه اللي لما رجعنا فلاش باك كانت موجوده مع البنت، وعرفنا ان البنت دي تبقى بنت اوليمبا. ودلوقتي هو خلاص عدى عليهم 24 ساعة في المية. وبعد كده قالت لهم عايزين نعمل اجتماع، وبدأت تكلمهم وقالت لهم احنا هنعدي بأخطر حاجة، وهي في طيارات وعواصف جامدة جدا، ولازم عشان نعدي المرحلة دي لازم حد يضطر ان هو يشيل القماشة ويبص. لو انا بصيت احنا كده مش هننجو وهنموت كلنا، لازم حد فيكو اللي هيبص. وساعتها الولد قال هبص انا، ولكن هي قالت له لا، انا اللي هقرر وقتها مين اللي هيبص ويقول لنا على الاتجاه اللي نمشي فيه عشان نقدر نمشي صح. رجعنا تاني فلاش باك وهما قاعدين. مالوري فجأة حست ان هي هتولد، وتوم شافها وهي نازل منها مية وعرفت ان هي هتولد. وفي نفس الوقت ده كانت كمان اوليمبا كانت بجالها الطلق وكانت بتولد، والاتنين كانوا بيولدوا مع بعض في نفس الأوضة. بعد ما ولدوا الراجل اللي دخل سمع صوت البيبيهات وقرر يسيب الرسومات اللي في ايده، وخد العصافير حطهم من الفريزر. وكان صاحب البيت بيقوله انت بتعمل ايه، انت اكيد مجنون. ولكن بدأ يفتح الستاير كلها ويفتح الشبابيك. وبالفعل في الوقت ده توم بص لقى الراجل مش قاعد على الكنبة، فقرر ينزل يشوف فيه ايه. صاحب البيت قال له على العصافير فطلعهم من الفريزر، ولكن الراجل ضربه بقوة على دماغه فوقع على الأرض. وبعد كده راح لصاحب البيت وداس على الزرار اللي بيفتح باب الجراج، وقعد يقول له يا مجنون انت بتعمل ايه، ويغمي عينه. ولكن هو قال له ده شيء جميل، حاول تبص. بعد كده طلع فوق عند مالوري وأوليمبا وبدأ يفتح الستاير ويفتح الشبابيك.
ولمبا بصت وبالفعل لون عينيها اتغير وقالت ده شيء جميل، ده حلو قوي، وقامت عشان تموت نفسها. ولكن مالوري قالت لها هاتي الطفلة دقيقة واحدة، وما كانش عايزة تديها لها، ولكن هي شدتها منها بالعافية لأنها خافت عليها، اديتها لها وجريت على الشباك ورمت نفسها وماتت. وبعد كده راح للست الكبيرة وخدها بالعافية عند الشباك وفتح لها عينيها بالعافية لغاية ما بصت وعينيها اتغيرت وقعدت تضرب نفسها بالمقص لغاية ما ماتت. بعد كده راح لمالوري وقعد يشد البطانية اللي عليها ويقول لها هات الأطفال، ولكن هي تقول لأ. وهو بيشد البطانية جه صاحب البيت وكان معاه بندقية وعايز يموته، ولكن لأنه كان مغمض عينه ومش شايف هو قعد يراوغه لغاية ما جت البندقية في كتفه. وبعد كده خد صاحب البيت ووقع بيه على الأرض، وكان في ايده مقص فقعد يضربه بالمقص لغاية ما موته وقال له أنا آسف إن أنت مت قبل ما تشوفهم. في اللحظة دي توم قام وحاول ياخد البندقية عشان يموته، ولكن الراجل كمان كان بيشد البندقية وقعدوا يشدوها قدام بعض. مالوري كانت مستخبية فوق هي والأولاد وكانت مغطية نفسها وكانت خايفة جدا، ولكن توم راح لها بعد ما قتل الراجل. بعد مرور 5 سنين كان قاعد توم بيحاول يكلم أي حد على سلكي ولكن مفيش استجابة. في الوقت ده كانت مالوري بتحاول تجيب أكل وكانت راجعة البيت وهي مغمية عينيها لغاية ما وصلت البيت والأولاد كانوا نايمين في البيت. لما رجعت البيت قالت لتوم ان وهي ماشيه شافت ناس او سمعت اصوات ناس من المختلين عقليا كانوا ماشيين في المكان وان هي كانت خايفه. توم حاول ان هو يهديها ويطمنها. هما نايمين توم صحي على صوت حد بيكلمهم على جهاز اللاسلكي وبيقول لهم انتوا فين وان عنده مكان امن ممكن يجوا عنده عند النهر. لكن مالوري كانت قلقانه وقالت له بلاش تقول له حاجه، وهو قال لها ممكن يكون عنده مكان بجد. وبدأ يتكلم معاه وقال له على المكان. قال له طيب معاكوا انتوا عددكوا كام؟ قال له 4. قال له معاكوا اطفال؟ فهي شاورت له ان ما يقولش، فقال له لا معناش اطفال. بتسأل ليه؟ قال له لان مكان النهر والمكان اللي انتوا هتيجوا فيه ما ينفعش يكون فيه اطفال، هيبقى خطر عليهم. ويشوفوا المكان على الخريطة. ولما سألوه طيب هنوصل ازاي؟ قال لهم هتوصلوا لمكان معين وعرفهم الطريق وقال لهم هتيجوا عندي مكان وهتسمعوا صوت عصافير كتير هتعرفوا ان ده المكان الصح. بعد كده الصبح توم حاول يقنع مالوري ولكن هي قالت له لا انا خايفة وممكن يكون فخ وانا خايفة ده خطر علينا وعلى الاولاد، وما رضيتش ابدا. توم كان قاعد مع الأولاد وبيحكي لهم وهو صغير لما كان بيلعب مع الأولاد اللي زيه وطلعوا على شجرة وكانوا بيتسلقوا عليها. والبنت سألته هو في أولاد غيرنا؟ قال لها اه طبعا في أولاد وفي حاجات جميلة جدا، وبدأ يتكلم معاهم. ولكن مالوري سمعته وقالت لهم انتوا لازم تناموا دلوقتي. فقال لها سيبيهم شوية، قالت لهم لا لازم تناموا، فدخلوا ناموا. بعد كده مالوري كانت متنرفزة وقالت له ما ينفعش تديهم في أمل في حاجة مش موجودة، ولكن هو قال لها لازم نعيش بالأمل ولازم يشوفوا الحاجات دي، وبعدين انت لازم يلاقوا أم حقيقية. انت لغاية دلوقتي بتناديهم فتاة وصبي، ما اخترت لهمش حتى أسامي. وهي قالت له أنا كل حاجة بعملها عشانهم وبضحي عشانهم. تاني يوم راحوا بيت وتوم دخل الأول وقفل الشبابيك كلها، وبعد كده قال لهم شيلوا القماشة. وبعد ما شالوا فتحوا عينيهم بدأوا ياخدوا أي لبس وأي أكل علشان خاطر يقضيهم في البيت. وسمعوا صوت وتوم قال لهم اخرجوا من ورا، وخرج لهم ولقى مجموعة من المختلين عقليا واللي قالوا له ان هم لازم يفتح عينه ويشوف، ولكن هو قال لهم لا. بعد كده واحد منهم قال انا شفت 2 ماشيين بره، فقام قتله وبدأ يقتل فيهم، ولكن واحد ضربه بالنار ووقعه ودخل استخبى وراه القماشة من على عينه عشان يقدر يقتلهم قبل ما يروحوا ورا مالوري. وفعلا طلع لهم من الناحية التانية وقتلهم، وكان في واحد جري ورا مالوري فاضطر ان هو يجري وراه عشان يموته. لكن الطيف دخل عينه ولون عينه اتغير، ولكن من حبه في مالوري قتل الراجل عشان ما يحصلهاش، وبعد كده قتل نفسه. مالوري سمعت صوت الرصاصة وعرفت ان هو مات، ورجعت البيت وكانت حزينة جدا وقعدت تعيط، وقررت ان هي هتسمع كلامه وهتروح بالفعل الرحلة اللي في النهر وتروح المكان التاني مع الأولاد في المكان الآمن. رجعنا للوقت الحالي ومالوري قالت لهم عندنا اجتماع، وقالت لهم فاكرين الطيارات اللي كلمتكم عليها؟ دلوقتي لازم حد فيكم هيبص. وقالوا لها مين اللي هيبص فينا؟ فافتكرت اوليمبا لما وصيتها على بنتها، وبعد كده قالت لهم محدش فيكم هيبص، احنا هنمشي ولكن هنمسك كويس جدا علشان نعدي مرحلة الطيارات وهنوصل.
بدأت التيارات تبقى شديدة جدا ووقعت المركب وقعدت تطور على ابنها وعلى البنت لغاية ما لقيتهم وطلعت بيهم على الشط وفضلوا ماشيين مع بعض. وهم ماشيين كانت سامعة صوت جيس أختها وتوم وهم عمالين يقولوا لها فتحي عينيكي مفيش حاجة خطر، ولكن قالت ده مش حقيقي وخدت الولاد وفضلت تمشي بيهم لغاية ما اتكعبلت في حاجة ووقعت. والولاد قعدوا ينادوا عليها ولكن هي كان مغمى عليها مردتش. بعد كده فاقت وبدأت تنادي على الفتاة وعلى الصبي ولكن محدش بيرد. والولد بدأ يسمع أصوات وهو ماشي وحد عمال يقول له افتح عينك، وكان صوت مامته وبتقول له افتح عينك. هو قال لها يعني مش خطر افتح؟ قالت له لا افتح عينك ما تخافش. هي قالت له اوعى تفتح عينك، انا مامتك الحقيقية، اوعى تتكلم، اوعى تصدق حد وما تفتحش عينك ابدا. والبنت برضو كانت عمالة تسمع حاجة بتقول لها فتحي عينيكي. قالت لها يعني مش هيحصل لي حاجة؟ قالت لها ايوه. قالت لها برضو اوعى تفتحي عينيكي. وبدأت تكلمهم لغاية ما وصلت للولد وخدته في حضنها وقالت له فين اختك؟ قال لها هي اكيد خايفة منك. بدأت تطمنها وتقول لها ما تخافيش مني ما تزعليش. كان المفروض اخلي توم يكمل الحكاية بتاعته. في حاجات جميلة جدا انا عايزة اوريها لك، في اولاد وفي عصافير الوانهم جميلة وفي حاجات كتير حلوة انا عايزة اوريها لك، بس تعالي. بالفعل البنت راحت لغاية عندها وخدتهم ومشيت. وفضلوا يجروا من الاصوات اللي كانت عماله تعلى كل شويه لغايه ما وصلوا عند الباب وخبطت وقالت لهم ارجوكوا افتحوا، لكن محدش فتح. قالت لهم ارجوكوا افتحوا حتى خدوا الاولاد وبلاش انا. ولكن في الاخر الباب فتح وقالوا لهم ودخلوهم وشافوا عينيهم، بصوا لقوا عينيها كويسه وعين الاولاد، فقالت لهم لا عينيهم كويسه. فقالوا لهم خلاص كده تمام. وظهر لها الراجل اللي كلمهم في الجهاز وقال لها شيلي القماشه وتعالي معايا. واكتشفت ان ده مكان المكفوفين، وعلشان كده هو امن مكان الناس السليمة بتروح فيه لان هما ما تأثروش باللي حصل في البلد. ودخلت معاه لقيت ناس كتير موجودين عايشين في امان وسعادة. وقالت للاولاد شيلوا القماشة، وبعد كده قالت لهم ايه رأيكم نحط العصافير ده يطلعوا فوق مع العصافير اللي موجودين. ففي الفعل قالوا لها ماشي وحررت العصافير وطارت لفوق. شافت الدكتورة بتاعتها هناك وسألت الأولاد أسماءكم إيه، فقالوا لها فتاة وصبي. ولكن في اللحظة دي مالوري قالت لهم لا، انتي قالت للبنت انتي اسمك الحقيقي أوليمبا. فالبنت اتبسطت جدا وقالت الولد انت اسمك توم وحضنته. وبعد كده قالت لهم ايه رأيكم تروحوا تلعبوا مع الأولاد؟ فاتبسطوا وراحوا لعبوا معاهم. وبعد كده سلمت على الدكتورة بتاعتها وحضنتها. كده وصلنا للنهاية. لو عجبكم أرجوكم حطوا اللايك الجميل بتاعكم واشتركوا في القناة علشان تشجعوني أنزل فيديوهات أكتر والقناة تكبر بيكم. وأشوفكم على خير في فيديو جديد.